كلنا كنعرفوا الحبوب اللي كينوضوا في الجبهه وما كيبغيوش يتحيدوا نهائيا واخا ديري لهم اي حاجه، وحتى الا بغيتي تغطيهم بالمكياج كيبقاو باينين معيقين وكيعقدوك في حياتك. فانا اليوم غنهنيك من هذا المشكل وغنقول لك ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه شنو هما الحوايج اللي كديري هما السبب علاش كينوض لك هذا المشكل هذا وعلاش انت اصلا عندك هذه الحبوب والاخرى ما عندهاش. ثاني حاجه شنو هي الوصفه السحريه اللي عندك مكوناتها غير في الدار بزيرو درهم، حتى حاجه ما غتشريها من الزنقه باذن الله، فابور في الدار، وهي الحل الوحيد لهاد الحبوب. واخا تجيب اي بوماده ما غتعطيكش الحل اللي غدير لك هاد الوصفه هذه. وثالث حاجه كيفاش تفادي انهم ينوضوا لك، يعني ان شاء الله ملي غتفادي هاد الحوايج اللي غنقول لك ما عمرهم باقيين غادي ينوضوا لك. ويلا نبداو. اول حاجه غنقول لك هي علاش اصلا كينوضوا هاد الحبوب. خاصك تفهمي ان البشره ديالنا كدير جوج ديال الحوايج، اما كتلاحظي ان البشره ديالك كتبدا تقشر اولا من بعد كتزيت باش ترطب راسها. غير هو المشكل فين تيكون من البشره ديالك ما كتقشرش، يعني انت ما كديريش البشره ديالك كوماج، يعني البشره ديالك حرفيا ما كاين حاجه كتقشرها، كتكون جلد ميت كيبقى هكاك لاصق لك في وجهك. ملي داك الجلد الميت ما كيتقشرش وهذوك الزيوت كيبقاو يخرجوا، هنا كينوض هاد الحبوب. فالكوماج اللي ما كديريش هو اهم سبب علاش كينوض لك هاد الحبوب هذا اللي كيخرج من الجلد الميت اللي في راسك بسبب العرق، بسبب بزاف ديال الحوايج كيعاون انه يتكون لك هاد الحبوب الصغير في راسك، خصوصا البنات اللي ما كيديروش الكوماج. دابا غادي ندوزو لشنا هي الوصفه السحريه اللي ان شاء الله كلكم يكون عندكم هاد المكونات في دارك اللي هما غير 4 فقط. دابا جبدوا ورقه وستيلو وقيدي شنو غادي نقول. اول حاجه غادي تجيبيها اللي هي الالوفيرا، وعافاكم البنات ما تمشيش وحده تخلط بين الالوفيرا والصبار. الصبار حاجه بوحدها والالوفيرا بوحدها. باش تعرفي شنو الفرق بين هاد الجوج، لك تعرفي تاخذهم غير من الزنقه حيت هادو راه كاينين في شحال من بلاصه، تقدر الا كان حداكم بشي جرده شي بلاصه تقدري تلقايهم. الالوفيرا تتكون الداخل ديالها لزج، اما الصبار تيكون الداخل ديالو ناشف وتيكون مشوك بزاف. المهم راه باين غنحط لكم هنا التصويره ديال الصبار ونحط لك هنا التصويره ديال الالوفيرا. فعافاك الا ما كنتيش كتعرفي تفرقي بيناتهم شريو من عند عطار او العشاب او شي واحد كيبيع النباتات. غتجيبي الالوفيرا اللي كنتمنى تكون عندكم في الدار حيت عندها فوائد بزاف لا للشعر لا للوجه لا للفم لا لليدين، يعني الالوفيرا اللي كنتي انسانه كتبغي تشرف الجمال ديالها خاص ضروري تكون عندك في الدار. غادي تاخدي ديك الالوفيرا ديالك تقسميها من النص وتاخدي ديك الماده اللزجه اللي لداخل تهزي منها كاع هذيك الماده اللزجه، تاخدي منها عاشقه. من بعد غادي تزيدي عليها عاشقه ديال عصير الحامض، من بعد غادي تزيدي عليها عاشقه ديال العسل، ومن بعد عاشقه ديال الخرقوم. غادي تخلطيهم مزيان مع بعضياتهم وتمشي داك الوجه تغسليه مزيان. بغيتك هذاك الوجه تغسليه بالصابون حتى ما يبقى فيه حتى شي حاجه، يعني وجهك غسليه مزيان ما خاص تكون فيه حتى شي حاجه، خصو يكون يعني هاد الوصفه تحطها نيشان على الحبوب اللي عندك في وجهك. غادي تغسلي وجهك مزيان وغتاخدي هاد الوصفه هذه تحطيها على البلاصه اللي في الجبهه ديالك او اي بلاصه فيها هاد الحبوب وخليهم ساعه كامله ومن بعد غسليه. وهاد القضيه حاولي ديريها الا بغيتي يعني تسرعي، يعني في 3 ايام ما يبقاش عندك المشكل باذن الله. حاولي انك ديريه 2 مرات في النهار، يعني مع الصباح ودوز فتره ودوز عاوتاني ديري عاوتاني ساعه لراسك، يعني 2 مرات في النهار غتعاونك اكثر انك تسرعي. ما ديريش اكثر من 2 مرات في النهار ومن ديريها ما تخليهاش اكثر من ساعه. والا ما كانش عندك الوقت فراه ممكن ديريها فقط مره واحده في النهار، غير هو كل ما سرعتي وكل ما كان مزيان، غير هو ما تفوتيش 2 مرات في النهار. اما ما كانش عندك الوقت اتس اوكي تقدر ديريها فقط مره واحده في النهار. وهذه كانت هي الوصفه. ولكن واش هذه الوصفه بوحدها غتعاونك انك ما يبقاش عندك هاد الحبوب؟ يعني غندير هذه الوصفه ما غيبقاش فيها الحبوب، مع عمر الحبوب غيعاودوا يرجعوا ليا؟ لا. الا بقيتي كديري هاد الحوايج اللي غنقول لك دابا 5 ديال الحوايج الا بقيتي كديريهم ما راه ضروري غادي يعاودوا يرجعوا لك هاد الحبوب. شنو هما هاد 5 الحوايج كديريهم بلا ما تحسي؟ اول غلط كديري هو انك كتحطي البرودويات فوق بعضياتهم. مثلا انت كيعجبك تفرج دوك فيديوهات ديال سكين كير نايت روتين وهادشي هدايا وكتنوضي انت كتحمسي وكتشري بزاف ديال البرودويات كتحطي شي فوق شي فوق شي فوق شي. هذه ديال الحبوب، هذه ديال ليطاج، هذه ديال التفتيح، هذه ديال الزرقيه، وكتحطي بزاف ديال البرودويات فوق بعضياتهم. انا متاكده غادي ينوض لك هاد الحبوب. يعني اول حاجه خاصك ديرها هي ما تبقايش تحطي بزاف فوق بعضياتهم. انا في نظري الا مثلا هاد الليله غادي ندير فيها برودوي واحد مثلا ديال الزرقيه، بوغ موا درتي عندك الزرقيه خدي برودوي ديال الزرقيه بقاي ديري فيه حتى ما تبقاش فيك الزرقيه. دوز ما تبقاش فيك بالزرقيه، عاده تنوضي تحلي المشكل ديال الحبوب، عاده تنوضي تحلي المشكل ديال هذه. يعني كل حاجه نعطيها وقتها، ماشي ضروري نحل كل شيء انا دقه واحده. وثاني حاجه غلط كديريها هي انك ما كديريش ترطيب لذاك الوجه نهائيا. يعني ما عمرك حاولتي ترطبيه، لا انك ترطبيه غير بمرطبات من البارافارماسي اولا غير ديري ليه العسل مره اولا غير ديري ليه الزيت قبل ما تنعسي. زيت العود تمسحي به الوجه ديالك عاد تنعسي. يعني ملي كنقول لكم ديروا مرطب لوجهكم كيف ما كتعرفوا في هذه القناه عزيز عليا نوريكم داكشي اللي في الدار. راه الا ما كنتيش عندك القدره انك تشري مرطب من الزنقه، يعني تشري مرطب من بارافارماسي ولا فارماسيان ولا ورابع، ممكن انك فقط ديري شويه زيت العود، شويه
قطيره ديال زيت العود دوزيه على وجهك وتنعسي. اولا ديري شويه ديال العسل الحر لوجهك. العسل الحر هو اللي كنصح به انا في هذه الحاله هذه. العسل الحر شويه ديريه لوجهك وراه بحال زيت العود، بجوج بهم كيرطبوا الوجه. اما اللي كنتي تقدري خذي مرطب من الزنق. وثالث حاجه ما كديريهاش كتخرج عليك اللي هي بوماده الشمس. ما عرفتش علاش انت ما كديريش هاد بوماده الشمس. الا كنتي كديريها سي بيان، الا كنتي ما كديريهاش ولي ديري بوماده الشمس راه كتعاونك ان هاد الحبوب ما ينوضوش لك، وكتحمي لك البشره من انها تختنق بالميكروبات من الزنقه وتبدا تقشر وتبدا تنشف. بوماده الشمس كتعاون. ورابع حاجه اللي انا ديجا قايلها لكم اللي هي ما كديريش كوماج لوجهك، يعني ما كتقشرش وجهك. ما كتقوليش مره في السيمانه، واخا مره في 15 يوم تاخدي القهوه مع شويه السنيده ونحك على وجهي بشويه ونغسل وجهي. ما تاخذش حتى 5 دقائق. وخامس حاجه او اخر حاجه هي انك ملي كديري برودويات لشعرك كتقيسي الجبهه ديالك. يعني ملي كتجي تقولي اجي ندير كتكورلي شعرك، من خصوصا البرودويات اللي كيكيرليو الشعر هذوك راه بزاف. الا كنتي كتبغي تبوكلي شعرك كتمشي تاخدي برودوي، وهذاك البرودوي مع القصه ديالك تيبقى يقيس لك هاد البلاصه هذه. خصوصا لاحظوا حتى الدراري كنشوف بزاف ديال الدراري عندهم هذا المشكل. وانا ما عمري قلت شي دري بصراحه، ما جات الوصفه نقولها شي واحد الوصفه الفرصه ما عمر جات الفرصه باش نقولها شي حد. ما علينا. حتى الدراري بزاف اللي كيبوكليو شعرهم وتيخليو شعرهم بحال هكا، هاد الدراري بزاف مساكن تيكون عندهم الحبوب في هاد المنطقه وما تعرفوش من الناس وكيسحاب لهم واش هرموني هو لا. هادوك البرودويات اللي كيديروا الشعر ديالهم وكيبقاو يديروا شعرهم بحال هكا، هادوك البرودويات ديال قصك اخويا راه كيبقاو يقصوا لك جبهتك. دونك جبهتك داكشي علاش فيها الحبوب، والحبوب ملي تيكون عندك هنا الله يستر قيس الخير كيبقاو غاديين وينتشروا لك في الوجه ديالك. الا كنتي كدير لشعرك البرودويات راه ما خاصش يقش وجهك، يعني تخلي شعرك حتى يكرم فيه البرودوي عاد تطلق القصه على وجهك. اما انت طارقه هنايا وكتصايب فيها ما عرفتش داكشي كدير راك عاد كتخرج على وجهك. كتصايب شعرك وكتخرج على وجهك اهم من شعرك. فهادو هما الحوايج اللي بغيتكم البنات، ولا كان شي ولد كيتفرج ما تبقاوش ديروهم الا بغيتو ما يبقاش ينوض لكم هاد الحبوب. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم. الا عجبك الفيديو قولوا لي تحت في الكومونتير علاش بغيتي نهضر في الفيديو الجاي، وديري ابوني باش فيما نحط فيديو اخر تشوفيه. هادشي اللي كان فيديو ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. بسلام.